السلام عليكم. ازيكم يا فنانين؟ معاكم مس رشا سليم من أكاديمية فاشون ديزاين، المكان اللي هنتعلم فيه مع بعض كل حاجة عن الخياطة والتفصيل وتصميم الأزياء خطوة بخطوة. القناة دي معمولة مخصوص عشان أي حد نفسه يتعلم الخياطة من الصفر، سواء عايز يشتغل بيها مشروع أو يطور من نفسه، أو حتى يتعلم يفصل لنفسه في البيت. كل أسبوع عندنا هيكون فيه دروس جديدة فيها شرح عملي بسيط جدا وواضح عشان أي حد يقدر يطبق بسهولة. النهاردة هيكون أول درس عندنا عن الباترون الأساسي وتعريف الباترون الأساسي. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الدروس الجديدة. يلا بينا نبدأ. هناخد أول حاجة هناخدها الباترون الأساسي للكورساج المقفول، الباترون الأساسي للكورساج المفتوح. تمام؟ بعد إذنك يا مس، يعني إيه كلمة باترون؟ طيب الباترون ده أصلا عبارة عن إيه يا شهد؟ الباترون هو رسم هندسي، رسم هندسي دقيق جدا بيستخدم بمقاسات وأبعاد معينة. الباترون ده بيستخدم كدليل لعملية القص على القماش. يعني أنا علشان أقص على القماش لازم أكون رسمة نقط معينة وموصلة ما بينها هتديني التصميم النهائي للباترون. هو ده هيكون الباترون. يبقى الباترون بيترجم الموديل والتصميم المطلوب. يعني كل موديل بيبقى له باترون خاص بيه، كل تصميم بيبقى له باترون خاص بيه. تمام؟ طيب الباترون بيعمل ايه كمان؟ الباترون بيضمن تناسق وجودة المنتج النهائي. يعني انا علشان اوصل لمنتج نهائي او لشكل نهائي ما ينفعش ان انا اشتغل بعشوائية، ما ينفعش ان انا اشتغل بدون ابعاد ومقاييس معينة. لازم اشتغل بدقة متناهية جدا، لان الشغل العشوائي ما بيوصلش النتيجة مضمونة. انما الشغل الدقيق اللي نازل بمقاسات معينة وكل مقاس على حسب الجسم بتاعه، انا اضمن لك ان الباترون لو مرسوم صح هيطلع معاكي في الاخر المنتج مظبوط جدا. الباترون بيختلف باختلاف مقاسات كل جسم. تمام؟ يعني كل باترون بيختلف من حد لحد، من سايز لسايز، من سن لسن، على حسب مقاساته. ما ينفعش ان انا اعمل باترون واعممه للكل، لازم اشتغل باترون. يبقى احنا دلوقتي خدنا وعرفنا يعني ايه كلمه باترون. طب حضرتك بتقولي الباترون الأساسي، يعني إيه باترون أساسي؟ سؤالك جميل جدا يا شهد. يعني ايه الباترون الاساسي؟ انا عايزه اخد الكلمه دي على بعضها. يعني ايه الباترون الاساسي؟ في أنواع تانية أصلا غير الأساسي وكده؟ انت كده كملت السؤال. الباترون الاساسي هو اول نموذج وابسط نموذج للباترونات. يعني هو النموذج المبسط للباترون. تمام؟ يبقى النموذج الباترون الاساسي هو النموذج المبسط للباترون. ايوه، انت سالتيني قلتي لي، انت قلتي الباترون الاساسي، يعني هل في نماذج تانية للباترونات غير الباترون الاساسي؟ في باترونات كتير جدا، بس انا بدايه شغلي وبدايه تعليمي لاي حاجه في الدنيا انا لازم اعملها، لازم اتعلم الباترون الاساسي. الباترون الاساسي احنا عرفنا ان هو النموذج المبسط للباترون. طيب في بعد كده الباترون المعدل. الباترون المعدل بيكون حسب موديل وتصميم المطلوب، حسب الموديل والتصميم المطلوب بيتم فيه عمل اضافات او تعديلات او تكات معينه على مين؟ على الباترون الاساسي نفسه، الاساسي اللي احنا عاملينه من الاول خالص. تمام؟ زي ايه يعني؟ زي ايه التعديلات دي؟ زي البنات، زي وجود بنات في الموديل، زي وجود كسرات، زي وجود تشريح ان شاء الله هناخده بعد كده بيكون اساسي خالص في الشغل، هو الباترون الاساسي، وبعد كده بنعمل عليه تعديلات التشريح. زي وجود كشكشه او يعني قصه معينه في الموديل، كل ده بيكون بدايته خالص هي الباترون الاساسي. تمام، فهمت قصدك. تمام؟ بعد كده هناخد يعني إيه كلمة الكورساج؟ الكورساج ده يا جماعه يبقى اي قطعه علويه. يعني ايه علويه؟ لان انا في بعد كده عندي قطع سفليه زي البنطلون، زي الجيب او البنطلون. طيب القطعه العلويه زي ايه؟ اقدر اقول انا ما قلتلكيش الباترون الاساسي للبلوزه، ما قلتلكيش الباترون الاساسي للشميز، ما قلتلكيش الباترون الاساسي للدريس، ما قلتلكيش الباترون الاساسي للعبايه.
انا قلت لك الباترون الاساسي للكورساج. الكورساج ده بقى بيشمل اي قطعه علويه من فوق بغض النظر عن الاسم او المسمى بتاعها، هي بلوزه، هي شميز، هي دريس، هي عبايه، هي توب، هي دريل كات، اي حاجه علويه من فوق بتتلبس على الجزء العلوي، اي قطعه بتتلبس على الجزء العلوي اسمها كورساج. تمام. طب حضرتك بتقولي مفتوح ومقفول. انا قلت لك دلوقتي نقطتين وانت كويس جدا ان انت اثرت النقطه دي. انت بتقولي لي يعني ايه المقفول ويعني ايه المفتوح. المقفول يا شوشو يعني القطعه بتاعتك تبقى مقفوله من الامام ومقفوله من الخلف. يعني مثلا انا عندي فستان او بلوزه هتبقى من قدام مقفوله ومن الخلف كمان نفس الكلام، مقفوله من الخلف. تمام، زي التيشيرت يبقى كده. زي التيشيرت، زي التوب المقفول، زي مثلا البلوزه المقفوله خالص، زي عبايه مقفوله خالص امام وخلف. تمام. تمام. طب يعني ايه مفتوح؟ يعني القطعه الاماميه اتفتحت بالرد، يبقى ده كده مفتوح امام. ده كورساج، باترون اساسي لكورساج مفتوح امام او مفتوح خلف بسوسته مثلا. ادي السوسته معانا، يبقى الفتحه ممكن تكون امام وممكن تكون خلف. ما ينفعش تبقى مفتوح امام ومفتوح خلف، اما مفتوح امام ومقفول خلف، واما مفتوح خلف ومقفول امام. يبقى انت في الحاله دي هتعملي الباترون الاساسي للكورتاج المفتوح. فهمت تمام. قصدك، أكيد ده يختلف عن ده مقفول، فده حاجه في بسيطه تعديلات. جدا. لحد هنا احنا شغلنا زي بعض، لحد الباترون الاساسي للكورتاج، الباترون الاساسي للكورتاج الشغل زي بعضه. هنيجي بس نعمل حاجه بسيطه جدا في المفتوح هتختلف عن المقفول. بعد كده احنا عندنا حاجات اساسيه جدا 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 لازم نعرفها بالنسبه للباترونات. طيب انا دلوقتي اتفقت معاكم ان انا عندي حاجات مهمه وحاجات اساسيه انا لازم اعرفها عشان اصمم الباترون. ما ينفعش ان انا اصمم الباترون بدون مقاسات او بعشوائيه. يبقى انا لازم عندي ايه؟ المقاسات اللازمه لعمل الباترون الاساسي للكورساج المقفول او المفتوح. يبقى المقاسات اللازمه لعمل باترون اساسي لكورساج مقفول او مفتوح واحده، في المقفول واحد مع زي المفتوح. طيب انا معايا ده تشريح الجسم، جسم الانسان ده التشريح بتاعه. معايا في قياسات بتيجي كده بالعرض اسمها دورانات، وفي قياسات بتيجي كده بالطول اسمها اطوال. انا المقاسات اللازمه لعمل باترون اساسي لكورساج مقفول او مفتوح 6 مقاسات مهمه جدا. ايه هما؟ معايا حاجه اسمها 3 دورانات. دورانات هي محيطات، هي محيط، يبقى الدوران هو محيط، هو وسع، يبقى ده اسمه دوران، يعني بيلف حوالين الجسم. في بعض الناس بيقولوا عليه دوران، في بعض الناس بيقولوا عليه محيط، في بعض الناس بيقولوا عليه وسع. هو مسمى يعني. هو مسمى، اختلاف المسميات، احنا هنسميه دوران. تمام، احنا بس عشان نكون متفقين. طيب ايه هما ال3 دورانات؟ انا معايا 3 دورانات. اول حاجه دوران الصدر اللي هو ده، بناخد قياس منطقه الصدر. تاني حاجه دوران الوسط اللي هو ده. تالت حاجه دوران الجنب اللي هو ده. يبقى اول حاجه دوران الصدر، تاني حاجه دوران الوسط، تالت حاجه دوران الجنب. بعض المسميات الاخرى لدوران الجنب، في بعض الناس بيقولوا عليه محيط الهب، في بعض الناس بيقولوا عليه محيط الارداف، في بعض الناس بيقولوا عليه محيط اكبر حجم. احنا خلينا متفقين ان احنا هنسميه دوران الجنب. تمام. ما هي الا لغات مش اكتر. اللغه بتختلف من بلد لبلد زي الصين واليابان والسعوديه ومصر،
محدش فيهم غلط، احنا بنسميه دوران الجنب. 3 اطوال ايه هما؟ 3 اطوال معايا: طول الوسط، طول الكورساج، واكيد اول مره تسمعي عنه ما تعرفيش هو لحد فين. تالت حاجه معايا اسمه الطول الكلي. يبقى دي ال3 اطوال: طول الوسط، تمام، طول الكورساج، الطول الكلي. مقاساتي بتتاخد بايه؟ مقاساتي بتتاخد بحاجه اسمها شريط القياس او المزوره، تمام. المزوره ديت بتبتدي من اول 1 ونهايتها 150. هنيجي نقلب الناحيه الثانيه هنلاقي عند الواحد في ال 150 ومن الناحيه الثانيه الواحد، يعني اذا البدايه من هنا غير البدايه من هنا. طيب انا المزوره بتاعتي هنا وش لون وظهر لون، في بعض الموازير الثانيه بيبقى الوش والظهر بدون واحد. يعني اذا يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول لك وبلزمك ان انت لما تيجي تقيسي، خاصه في منطقه في مقاس الدورانات، في مقاس الدورانات ده سواء دوران الصدر او الوسط او الجنب، لما تيجي تقيسي ايدك تمسح على المازوره كويس قوي وتتاكدي ان انت المازوره بتاعتك لما هتلف ما لفتش منك، اللفه بتاعتك مظبوطه. لان لو ما عملتيش كده انت ممكن من اي مكان تقومي ماسكه ولفه، هتيجي تقيسي هتلاقي تدينا غلط. تديكي قياس غلط. المازوره لفه معايا اهي، المازوره دلوقتي لفه معايا وهتديني قياس غلط. طيب لما هتديني قياس غلط، القياس في الوش غير القياس في الظهر. انا قلت لك انا معايا هنا لونين، انما في وضع تاني ممكن تلاقي لون واحد، يعني انت ما عرفتيش ان هي لفت منك. اذا انا مطلوب مني ان انا امسك كده بايديا المازوره، امسكها كده وامسح عليها كويس قوي والففها حلو قوي كده، واللفه بتاعتي تكون مظبوطه ما تكونش لفه. ليه؟ عشان لما اقيس قياسي مظبوط. طيب المقاسات يا جماعه بتختلف من ديزاينر للآخر، من واحد لواحد، بتختلف من مصمم لمصمم. ازاي؟ مقاسات كل واحد مختلفة عن التاني، بس لا هو غلط ولا أنا غلط ولا أنت غلط ولا ده غلط، كل واحد مقاساته صح، بس مقاسات كل باترون بتتناسب، يعني مقاسات كل واحد بتتناسب مع باترون معين. ما ينفعش ان انا اخد مقاسات حد اشتغل بيها باترون بتاع حد تاني. الباترونات مش احتكار او ملكيه خاصه، ولكن مقاسات كل باترون بتناسب الباترون معين. يعني ما ينفعش ان انا اشتغل بمقاسات على باترون تاني. انا الباترون اللي انا هنشتغل بيه معاكم ان شاء الله باذن الله له مقاسات خاصة، ممكن تكون فيها مصطلحات جديدة، ممكن تكون فيها مسميات غريبة، ممكن تكون فيها مقاسات أول مرة نسمع عنها، أول مرة نسمع عن المقاسات دي، بس هي دي المقاسات اللي بتطلع الشغل بتاعي بيرفكت، ما بتحتاجش تعديل، ما بتحتاجش إن أنا أظبط أو أعدل بعد الفينش النهائي. طب بعد إذن حضرتك أنا فهمت ازاي ياخدوا، فهمت الدورانات وكده، بس ازاي ياخدوا على الطبيعة؟ تمام يا شوشو، احنا دلوقتي هناخد طريقة أخذ المقاسات على الطبيعة، على جسم الشخص نفسه، عشان تعرفي ازاي توظفي المازورة بتاعتك وتستخدميها في قياس الدورانات وفي قياس الأطوال. تمام. وبكده نكون خلصنا شرح مقدمة الباترون. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح. لو عندكم أي سؤال أو حابين توضحوا حاجة اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من أكاديمية فاشون ديزاين. أشوفكم على خير في الدرس الجاي إن شاء الله، وهيكون أخد المقاسات على الطبيعة. تابعونا.